النهاردة هنتكلم عن فينيسيا والهندسة المستحيلة في العصور الوسطى. عمرك فكرت إزاي ممكن مدينة كاملة من الحجارة والطوب تتبني فوق مستنقع غير مستقر ومحاطة بمية مالحة؟ تخيل التحدي في بناء قصور فخمة وكنائس ضخمة في مكان الأرض فيه عبارة عن طين وطين صلصالي لين من غير أي أساس صلب واضح. إزاي البنائين في العصور الوسطى قدروا يبنوا واحدة من أكتر المدن شهرة في العالم من غير خرسانة مسلحة ولا أوناش حديثة ولا دراسات جيولوجية متقدمة؟ النهاردة هنتعمق في أسرار فينيسيا علشان نفهم إزاي الهندسة حولت ملجأ غير متوقع لتحفة فنية من الصمود والإبداع بتتحدى الزمن لأكتر من 1000 سنة. بس علشان نفهم العبقرية اللي ورا فينيسيا لازم نرجع بالزمن وبالذات لسنة 452. في الوقت ده شبه الجزيرة الإيطالية كانت بتواجه رعب الغزوات البربرية اللي كان بيقودها بشكل أساسي إتيلا الهوني. وفي الوقت اللي المدن اللي في البر الرئيسي كانت بتتنهب وبتتدمر، السكان المحليين كانوا بيدوروا على ملاذ آمن في المكان الوحيد اللي جيوش الفرسان ما قدروش يوصلوا له: الجزر الطينية والمستنقعات في البحيرة الساحلية لفينيسيا، اللي بدأ كمعسكر مؤقت للصيادين واللاجئين اليائسين انتهى بيه الحال انه يبقى اساس لقوة بحرية عظيمة. ومع ذلك عشان يحولوا الجزر الطينية دي لمدينة كبيرة كان لازم على الفينيسيين يخترعوا حلول هندسية عمرها ما اتجربت بالحجم ده قبل كده، وواجهوا التآكل البحري وعدم استقرار التربة بطريقة عبقرية. أول وأكبر عقبة في البناء في فينيسيا كانت عدم وجود أرض صلبة. الحل اللي لقاه المهندسين في العصور الوسطى كان بسيط وجريء في نفس الوقت. قرروا يعملوا أساس صلب بنفسهم ودقوا ملايين الخوازيق الخشبية في قاع البحيرة. الأعمدة دي اللي كانت معمولة أساسا من خشب البلوط واللاريس كانوا بيجيبوها من غابات سلوفينيا وكرواتيا، كانوا بيدقوها من خلال طبقة الطين السطحية لحد ما توصل لطبقة طين تانية أكتر كثافة وتماسك معروفة باسم الكرم. وعلى عكس اللي ممكن تتخيله، الخشب ما تعفنش مع مرور القرون، بما ان الاوتاد مغمورة ومدفونة بالكامل في الطين فهي مش بتتعرض للاكسجين، وده بيمنع انتشار الفطريات والبكتيريا اللي بتسبب التحلل. مع الوقت تدفق المياه الغنية بالمعادن بشكل مستمر خلى الخشب يمر بعملية تمعدن وبقى صلب وقاسي زي الحجر نفسه. فوق الغابة المقلوبة دي من الأوتاد كان الفينيسيين بيحطوا طبقتين من ألواح الخشب وبعد كده قاعدة من حجر استريا. الحجر ده نوع من الحجر الجيري المقاوم للمية وبيتم استخراجه من شبه جزيرة استريا، وكان أساسي لأنه مش بيمتص المية المالحة وبيشتغل كحاجز عازل بيمنع رطوبة تطلع للطوب اللي في الجدران اللي فوق. من غير الطبقة الانتقالية دي الخاصية الشعرية كانت هتدمر الهياكل في كام سنة بسبب تبلور الملح. من المدهش إنك تفكر إن كنيسة سانتا ماريا دي لاسالوتي مثلا مبنية على أكتر من 1,300,000 وتد خشب ولسه لحد النهاردة بتقوم بوظيفتها الإنشائية. قدام هيكل ضخم زي ده تعتقد إن الهندسة الحديثة كانت هتختار مادة غير الخشب علشان تعمل نفس الأساس ده؟ ده سؤال بيقسم الآراء، بس في حاجة واحدة أكيدة: في الهندسة لو الأساس مش قوي ومخطط له كويس أي حاجة هتبنيها فوقه مش هتستمر. نرجع لفينيسيا دلوقتي بعد ما الأساس اتأسس، التحدي بقى هو وزن البنية الفوقية. في فينيسيا كل كيلو ليه حساب، وعشان كده
اختيار المواد كان استراتيجي. في الوقت اللي باقي أوروبا كانت بتبني كاتدرائيات ضخمة من الحجر الصلب، الفينيسيين اختاروا الطوب اللي وزنه أخف بكتير. وكمان ارتفاع المباني كان محدود بشكل صارم عشان يمنع هبوط الأرض بشكل مبالغ فيه. ولربط الطوب ده كانوا بيستخدموا مونة جير خاصة بتخلي فيه مرونة معينة. الميزة دي كانت ضرورية لأن أرض البحيرة دايما في حركة وهبوط مستمر، ولو المبنى كان جامد زيادة عن اللزوم كان هيتشقق ويقع. المرونة كانت بتسمح للمبنى إنه يتنفس ويتأقلم مع الحركات الصغيرة جدا في الأرض من غير ما يأثر على سلامته العامة. ابتكار تاني مهم كان استخدام شدادات حديدية في نمط بناء متقاطع. بما إن واجهات القصور الفينيسية عادة بيكون فيها شبابيك كتير علشان يدخل النور ويقللوا وزن الحيطان، الهيكل كان بيميل إنه يفتح على الجوانب. علشان يواجهوا القوة دي المهندسين كانوا بيركبوا قضبان حديدية بتعدي من ناحية للتانية في المبنى وبتثبت الحيطان الخارجية في عوارض الخشب بتاعت الأرضية. النظام ده كان بيعمل صندوق إنشائي متماسك بيوزع الأحمال بشكل متساوي، والنتيجة هي عمارة شكلها كأنها عايمة، لكن في الحقيقة هي نظام معقد من الشد والتوازنات. في الأصل فينيسيا كانت أرخبيل من جزر معزولة، وكان النقل فيها بيتم حصريا عن طريق القوارب. ومع زيادة عدد السكان والتجارة ظهرت الحاجة لربط الجزر دي بشكل دائم. أول الكباري كانت مصنوعة من الخشب وكان عندها درجات منخفضة عشان تسهل مرور الخيول، واللي كانت منتشرة في المدن لحد القرن الرابع عشر. لكن الخشب كان محتاج صيانة مستمرة بسبب الرطوبة الشديدة. التحول للجسور الحجرية كان نقلة كبيرة في الهندسة العمرانية. أشهر مثال هو جسر ريالتو اللي اتبنى سنة 1591. كتير من المعماريين في الوقت ده ومنهم ميكيلانجيلو الشهير شكوا إن جسر حجري بالحجم ده ممكن يتثبت على أرضية غير مستقرة زي اللي في القناة الكبرى. عشان يثبت إن المشككين غلطانين، المعماري أنطونيو دابونتي صمم أساس استثنائي لجسر ريالتو. أتدق 12,000 وتد خشب في كل ناحية من الجسر عشان يشيلوا القوس الحجري الواحد. الهندسة هنا ما كانتش بس عن تحمل الوزن العمودي، لكن كمان عن مقاومة الدفع الجانبي اللي القوس الواسع ده بيأثر بيه على الضفاف. الحل كان إنهم يميلوا الأوتاد ويعملوا قاعدة على شكل درجات توجه القوى للأرض بشكل فعال. النهاردة الكوبري لسه واقف كشاهد على الجرأة الهندسية الفينيسية وبيتحمل وزن آلاف السياح كل يوم. بس الموضوع موقفش هنا، لأن التحديات كانت بتزيد أكتر وأكتر. فينيسيا كانت بتواجه مفارقة قاسية، كانت محاطة بالمية من كل ناحية، لكن ما كانش عندها نقطة مية عذبة صالحة للشرب في أرضها. بما أن المياه الجوفية تحت البحيرة الساحلية شبه مالحة، كان لازم على الفينيسيين يحولوا الساحات بتاعتهم اللي معروفة باسم كامبو لأنظمة ضخمة لجمع وتصفية مياه المطر. كل ساحة كانت بتتبني بميل بسيط ناحية شبكات الحجارة اللي موجودة في الأركان. تحت الأرضية كان فيه حوض ضخم متغطي بطبقة من الطين العازل عشان يمنع المية المالحة من البحر تدخل، وكمان يمنع المية العذبة تهرب. الحوض ده كان بيتملى بطبقات متتالية من الرمل بأنواع حبيبات مختلفة، وكانت بتشتغل كفلتر طبيعي. مية المطر كانت بتجري للحوض ده وتعدي من خلال الرمل اللي كان بيحبس الشوائب، وكانت بتتجمع في النص، وهناك كان فيه الآبار اللي كانوا بيسموها فيرا دابوزو. النظام ده كان فعال لدرجة إن فينيسيا كان فيها أكتر من 600 بير عام وخاص،
وده ضمن بقاء أكتر من 150 ألف شخص وقت ما كانت في أوجها. صيانة الفلاتر دي كانت مسألة أمن قومي، وكان في قوانين صارمة بتمنع أي نوع من التلوث قريب من مناطق السحب. كانت هندسة هيدروليكية سلبية بتعتمد بس على الجاذبية والمواد الطبيعية عشان تحل مشكلة حيوية. تقدر تتخيل كانت هتبقى لوجستيات مدينة حديثة عاملة ازاي لو كنا معتمدين بس على مية المطر اللي بتتصفى من أرض معدننا؟ وفي الحالة دي كنا هنتعامل ازاي مع نظام الصرف الصحي في مدينة مزدحمة بالسكان ومفيش أرض تمتص الفضلات؟ إدارة المخلفات كانت تحدي صحي ضخم جدا. الحل اللي عملوه فينيسيا كان دمج نظام الصرف الصحي مع الديناميكية الطبيعية للبحيرة الشاطئية. هم بنوا شبكة أنفاق تحت الأرض من الطوب اسمها جاتولي. الأنفاق دي كانت بتجمع المخلفات من البيوت وتنقلها لحد القنوات. سر كفاءة النظام ده ما كانش في الأنفاق نفسها، لكن في ظاهرة المد والجزر مرتين في اليوم. المد العالي كان بيدخل المدينة ويجيب معاه مية مالحة نظيفة من بحر الأدرياتيك، ولما الجزر بيجي كان بياخد المية معاه ويشيل الفضلات ويرميها في البحر المفتوح. غير إن المية المالحة كانت بتنقل الفضلات فعليا، كمان كانت بتشتغل كمطهر طبيعي، وده ساعد في السيطرة على انتشار الأمراض اللي كانت بتضرب مدن أوروبية تانية في العصور الوسطى. الفينيسيين كانوا فاهمين الدورة دي كويس جدا، لدرجة إنهم عملوا قوانين علشان يضمنوا إن القنوات عمرها ما تتسد، وده علشان رئة المدينة تفضل تتنفس. كانت علاقة تكاملية مثالية بين البنية التحتية اللي عملها الإنسان ودورات الطبيعة. حتى مع زيادة عدد السكان في العصر الحديث، النظام الأساسي ده لسه هو العمود الفقري للصرف الصحي في وسط المدينة التاريخي. رأيك يهمنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة لو مش مشترك، وسيب لايك على الفيديو. ولو حابب تساعدنا ننتج النوع ده وأنواع تانية كتير من المحتوى هنا على المنصة، فكر تبقى عضو وساعدنا بكوباية قهوة مع عيش وجبنة، وهنذكرك في فيديوهاتنا. حابب تطور نفسك مهنيا أو تتعلم مهارة تقنية جديدة؟ ادخل على رمز QR أو الرابط في الوصف واكتشف صفحة فيها كل الكورسات اللي بنرشحها. بس دلوقتي أنا عايز أعرف رأيك. أنهي واحدة من حلول الهندسة في العصور الوسطى شايفها أكتر عبقرية؟ وليه لسه بتفاجئنا لحد دلوقتي في القرن ال21؟ سيب إجابتك هنا في التعليقات وخلينا نتكلم عن الموضوع ده سوا. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات شيقة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتشبع فضولك. ولو حابب تدعمنا سيب لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. ده كان كل حاجة. احنا عشاق الهندسة. أطيب تحياتي وأشوفك في الفيديو الجاي.